هل يجوز أن أدفع دين شخص من الزكاة؟ والجواب نعم، فهذا مصرف من مصارف الزكاة في قوله تعالى والغارمين. والغارم هو المثقل بالديون الذي لا يستطيع أن يؤدي الدين، فهذا مصرف من مصارف الزكاة الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره والغارمين. فلا حرج عليك جزاك الله خيرا إن وجدت مسلما مديونا ولا يستطيع أن يسدد الدين أن تعطيه شيئا من زكاة مالك، فيجوز أن تؤدى ديون الغارمين غير اللاعبين. يعني رجل فعلا غارب حقيقة وليس هازلا ولا كاذبا، فهذا نعطيه من زكاة المال لنؤدي عنه هذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي عنا جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.